نفكر نكتب النص التقرير التلفزيوني والإذاعي. يعني اليوم الإذاعي، ولكن الإذاعي يختلف بأنه نحن نمهد للضيف بذكر اسمه قبل. يعني ما فينا نحن نعمل انترو بالتلفزيون، فينا نحط الانترو في التيتل الشخصي فلان الفلاني وهو التوصيف تبعه. بالإذاعة لا، بس بنضيف عبارة تعريفية مثلا حول أهم الأفكار تحدث فلان الفلاني عميد المعهد، أو تحدث المواطنون، مشان مهد إنه مين اللي عم تطلع الأصوات فقط. يعني هي الاختلاف بما يتعلق ما بين الإذاعة والتلفزيون. آه، ال- اللي كنت بدي أقوله إنه نحن بالتلفزيون بالتقرير أو بالنص دائما نتعامل انه نحن امام حاله خلق جديده وحاله ابداع جديده. الستوري اللي بدنا نكتبها لتنفهم من قبل الناس. آه، اكبر غلط بنرتكبه انه نعتبر انه الناس قدرانه تفهم نحن شو عم نحكي. لا، نحن بدنا نوضح، يعني الكلام يوضح الحدث. يعني لاحظوا انه انا بالنص بقول في مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي لمحافظة دير الزور. يعني أنا ما فيني أنا أفترض إنه كل الناس بتعرف وين هي البوكمال. يعني أنا مثلا بقول في خاصة إنه أنا كقناة غير محلية، يعني ربما لو كنت القناة الإخبارية السورية قناة محلية فيني أقول في مدينة البوكمال. ولكن أنا كقناة إيرانية أو قناة الميادين أو أي قناة انترناشونال، ما فينا نقول ما نقول. يعني انا حتى الان مثلا بقول في مدينه حمص وسط سوريا، اوضح للاخر. حتى باقي الافكار يعني بحاول انه بسطها بالنص، وضحها لا اقدر كثف المعلومات. آه، اي حدا في سؤال، في ملاحظه، في اي شيء؟ صبايا يعطيك العافية أستاذ. صراحة محاضرتك يعافيك. اليوم كانت أكثر من رائعة وقيمة جدا، يعطيك ألف عافية. استفسار بسيط، طول عمرك. تفضلي. استفسار بسيط بسيط. هلق نحن بدنا نعتمد على إنه يكون التقرير تبعنا 3 دقائق، صحيح؟ يفضل ألا يتجاوز 3 دقائق. طب وراح أعطيكي سر صغير. إيه. تمام، آه، طب. القناة التقرير الدقيقة و58 ثانية بتكيف عليه. يعني إذا أنت قدرت تختصر تقريرك وأفكارك إلى دقيقة و58 ثانية بدل دقيقتين ونص، بيقولوا لك شكرا كثير لك. يعني هي نحن البلاغة في الإيجاز، هذا عرف باللغة وقول. وحتى بالتلفزيون النشرة لا تحتمل، البرامج لا تحتمل الشطط والمطط. يعني أنا إذا قدرت تعمل تقريرك توضح الفكرة بدقيقتين ونص، برافو عليك. يعني المراسل هون لازم يعرف كيف يعتمد أسلوب بالكتابة، يختصر وما يكون أسلوب صعب، يعني سهل للناس. 100%. يعني إذا أنت كتبت العبارة ب5 كلمات، ورجعت أعدت النظر فيها ولقيت إنه فيك صيغة ب3 كلمات، فخليك على ال3. وإذا قدرت تعملهم كلمتين بيكون كتير منيح. تمام. وهل لازم استعمل فيه الإيحاءات؟ أنا مثلا إذا في شغلة أنا ما فيني أقولها مثلا لأنه بتسيء لأحدهم، هل مم. في المراسل هو يستعمل الإيحاءات بهالموضوع ولا لا؟ إنه مثلا أحيانا في مراسلين بيوحوا للمشاهدين إنه هن بحالة خطر، أو إنه في كثير خطر عليه، أو في انفلات أو في تهديد. هل هالشي هي يجوز ولا لا؟ يعني هذا نوع من الشو المبالغ فيه. يعني بصراحة يعني أنت كمراسل ميداني في الحرب دائما في خطر. ف يعني ما في داعي تتذكر الناس انه انا بخطر وتقعد هيك وتقعد تمشي وما بعرف شو هي. هذا نوع من الشو. يعني انت مجرد ما تكون بالحرب فانت في خطر طبيعي، اكيد انت ما انك رايح كزدوره. يعني مثلا بالزلزال فانت اكيد في خطر، وبالتالي آه، هي الإيحاء هي محاولة جزء من الشو. أنا برأيي أنه أن تبقى متماسكا، تبقى ظاهرا، بترسخ الصورة الذهنية بالشارع، بدلا من إثارة الاستعطاف أو إثارة أنه أوه قد إيه هو عم بخاطر بحياته ولا يعطينا هالدقيقتين. طيب يا حبيبي، ما أنت موجود بالحرب فحكما أنت عم بتخاطر بحياتك. يعني
ما في داعي لهذا الشو والاستعراض الزائد يعني. في ناس بتحب الاستعراض، انا ما بحب. انا من انصار انه ان لا تستعرض، استعرض، افرد عضلاتك بالكلام، يعني استعرض بمقدراتك اللغويه بالاختصار، بافهام الناس باقل عدد من الكلمات، ببساطه كلماتك. ممكن بالستاند تعمل تفرض عضلات فيه يعني، او تمرق فكره، تمرق ايحاء بالستاند، هذا الظهور الختامي اللي لك، هذا حقك. اما بنصك وبالتقرير لا. اوضح للناس، كل ما كنت انت عم تبسط الفكره، توضح لهم شيء وتبرر لهم شيء، بيكون افضل. هلا. إذا ما حدا عنده سؤال فيا ريت تسمحوا لي. تفضلي. أنا عندي ملاحظة صغيرة وسؤال تفضل. تكلي، بدكم تفضل. تتحملون شوية بليز، لأنه أنا دايما باخد دور محامي الشيطان. أوكي؟ دائما بالنسبة دائما صحفي محامي الشيطان. دايما هيدا أسلوبي، يعني سوري بعتذر، بس هو ضروري المحامي شيطان. باردون. المحامي شيطان كمان. نعم. بخصوص التقارير مع الفيديوهات، تابعني حقيقة كنص وكفيديو كتير مترابطين، والجزئيات اللي حكيت لنا عنها بكل تقرير كيف لازم تكون وكيف مترابطة وكيف متسلسلة حقيقة 100%. وهيدا شيء كتير منيح إنه انعرض تضل بدماغ أي مراسل، وتضل هالتقنية جزء مهم من عمله. الملاحظة، خليني أسأل السؤال برجع للملاحظة. السؤال إنه معروف بالبروجرامات السياسية الاقتصادية الرياضية بيعتمدوا كتير على الريبورتاجات، على التقارير، وهيدا عن طريق المراسل. أما بالنشرات الأخبارية العادية فيا أما بيكون تقرير أو ماكسيموم 2، وبيكونوا فعلا أقل من دقيقة تما ياخدوا مساحة من الأخبار. امتين بنشرة الأخبار ممكن إنه التقارير تزيد عن تقريرين أو 3؟ هيدا السؤال بشكل لأيا. خلينا نيجي على الملاحظة. لا، محامي الشيطان أنا. حضرتك بالتقارير ربطت بين كلمتين، بين دلالتين، لو بشكل عام بيتشابهوا بس كمضمون في اختلافات. داعش الوهابية، داعش شيء والوهابية شيء، لو بالصورة العامة نفس الشيء. هيدي مش دلالة لغوية لرمزية معنوية بنوع من ربط اشياء لدوله ما، لانه نحن لما نقول وهابيه دائما بيروح دماغنا وفكرنا، لانه كلنا متشابهين بهيدي الثقافه لبلد عربي معين. لما بدنا نربط بهالكلمتين سوا مع بعضهم بكذا تقرير، مش هيدي دلاله ايحائيه ممكن مش للمراسل للقناة حتى انه تكون في هيك نوع من الغمز، نوع من الشيء. ميرسي بوكو. طيب، خليني جاوب على الجزئية الأولى وبعدين بنتقل للجزئية الثانية مشان ما نضيع. هلا كل قناة في إلى سياساتها وإلى توجهاتها. يعني مثلا في قنوات بتقول إنه أنا اليوم عندي نشرات الأخبار، في عندي ملف 2 3 4 ملفات بالأخبار. ممكن ملف يكون فيه تقرير، وممكن ملف يكون فيه ضيف بالاستديو، ممكن ضيف اقتصاد، او ممكن في نشرات الاخبار بقنوات بتقول لا انا اليوم عندي 4 ملفات رئيسيه، بدي من 3 منهم تقارير والباقي باخده مجرد لقطات بقرأ عليه الكلام. يعني حسب بناء الرؤية السياسية التحريرية لنشرة الأخبار بتنعمل النشرة. يعني مثلا
بمرحله من المراحل كان الملف السوري ملف اول، كان يوميا لازم يكون بالنشره بقناه العالم تقرير او تقريرين من سوريا. اليوم الملف السوري هو ملف درجه رابعه او خامسه، ممكن يقطع اسبوع ما يمرق تقرير، يعني حسب كيف ترسم القناه سياساتها. هي نقطه. النقطه الثانيه بما يتعلق بتقارير البرامج مهنيا، يعني إذا بدنا نفوت بالمهني يفترض أنه يكون بالستاند الختامي يقول المراسل فلان الفلاني لبرنامج صدى سوريا قناة العالم، بيكون برنامج مخصص. ولكن كثير قنوات شو بتعمل؟ بتعمل تقرير للبرنامج وبتستخدمه بنشرات الأخبار أيضا لما بيكون في كثير أشياء مهمة. كل قناة في إلى سياستها، وهي ضمن المحددات للقناة بينشغل عليها. يعني ممكن قنوات بتقول انه انا نشراتي ممكن يكون في عندي 5 تقارير، في قنوات بتكتفي بتقريرين، وكل ما ازادت عدد التقارير بتقلل من الاخبار اللي بيتلوها المذيع، وبالتالي بتنوع وبتحرك. بنرجع بنقول التقرير هو هوية وبصمة خاصة. كل ما كثرت تقارير بالنشرة كل ما قللت كلام وحشو كلام للمذيع، وكل ما زاد التشويق لدى المتابع واكثر تكلفه، يعني لانه كل تقرير فيه تكلفه كبيره، بينما نشره الاخبار المذيع عم ياخذ راتبه من النشره. هي النقطه الثانيه فيما يتعلق بكلامي بجماعه داعش الوهابيه. بتتذكروا امبارح لما نحن حكينا على موضوع المحددات التحريريه والسياسه التحريريه للقناه. نحن هي المحددات السياسيه للقناه هي بتحدد هي المصطلحات. يعني قناه العالم بتقول عن داعش جماعه داعش الوهابيه، ما فيني انا اروح اقول تنظيم الدوله الاسلاميه، ما فيني اقول عنها تنظيم داعش. يعني هي ضمن سياسه القناه، هيك متفقه المحور القناه يقوم على وصف داعش بانه جماعه وهابيه. ما فيني انا اغير هذا التوصيف، هذا انا التزامي بمحددات القناه، هي تتبنى هذه التوصيف، فانا ملزم كمراسل انه اقول هذا التوصيف، استخدم هذا التوصيف. ايحاء ما طبعا في ايحاء، وهذا جزء من الحرب الايرانيه السعوديه خلال فتره من الفترات ومرحله من المراحل. وبالتالي لانه نرجع بنقول الاعلام ليس كريتاس، الاعلام هو في وفي اهداف بيحققها. وبالتالي انا هذا التوصيف من ضمن سياق هذه المواجهه اللي كانت الايرانيه السعوديه، وانا علي كمراسل ان افهم هذه المحددات. تمام؟ وصلت الفكره؟ نعم شكرا. هي الفكرة واضحة من الأساس، حبيت ضوي أكثر عليها تنعيد ذكريات محاضرة امبارح، والتأكيد اللي حضرتك أكدته على سياسة كل محطة، وكيف لما حدا بيكون بعيد المحطة بيقبل يشتغل فيها، فهو ضمنيا ولنه 90% بيقبل توجه السياسي. تمام. فهيدا اللي كنت عم أكد عليه وعم شير لإله، قلت لك أنا محامي شيطان عاولة الأستاذ هاني، بس تنضوي على النقط اللي حضرتك دايما بتذكرها تضل ببالنا، لأن إذا ما ضلينا منشطينا حنفقد شوي من التركيز بهيدي الأمور. ميرسي بوكو، يعطيك ألف ألف عافية. اهلا وسهلا. على فكره التقرير اللي بعته الثاني تبع تقرير البراميل وهذا الشاب، هذا التقرير بعد ما أنا نشرت التقرير هذا الشاب نجم، يعني صار كل شيء في قنوات المنار، الميادين، وكالة سانا الأنباء الإخبارية، كله إجا وعمل معه نفس اللقاء ووضح شو عم يشتغل يعني. حقيقة ومش وجهة، بس تقاريرك كاملين كل الجزئيات وبترابط مذهل يعني. لو كان أكثر من هيك وقت بتحس إنك بتقدر تتابعه من دون ما تزهق، من دون ما تمل، دايما في شيء عم بيشدك. هلا وهيدي أنا رح لكم شغلي استفدت من جزئيتين. انا شغلي قبل ما ابدا بقناه العالم كنت عم بشتغل مع الاستاذ ناصر قنديل بتوب نيوز وبخدمه الموبايل. خدمه الموبايل هي خدمه تعتمد على تكثيف الخبر. يعني انا تعودت خلال سنوات عملي من 2011
ل 2016 على تكثيف الخبر والفكرة، وبالتالي عملية التكثيف صارت عندي طريقة منهج عمل يومي. هي النقطة الثانية ما يتعلق، أنا استفدت أيضا بكتاباتي للمقالات الرأي بالبناء وعملية الربط ما بين الأفكار بالمقال. حاولت إنه هي استفدت من هي الخبرة بالخبرة بالتقارير. نرجع بنقول كل مراسل هو عصارة تجارب وبناء خبرة تراكمية بأكثر من مجال. هلا يمكن في ناس تكتب، كانت بتكتب بالادب، تميل للمنحى الادبي بكتاباتها. انا بحاول انه خاطب العقل اكثر من العاطفي. لهيك انا برجع وبقول انه كل حدا في له هويته الخاصه وكل في له شخصيته. وميرسي كثير على الاطراء بالتقارير. اكيد انا في مجموعه تقارير ايضا رح ابعث لكم اياها على الجروب. ميرسي بوكو لك، يعطيك الف عافيه يا رب. هلا اذا الشيء اللي حكيناه عم بحرض فيكم شيء انه تبلشوا تكتبوا لفكره تعملوا فيه، يا ريت نعمل شيء وبعتوه سواء على الخاص او على المجموعه بنتناقش فيه. عبد الله هو اللي كان النص اللي مطلوب منا نكتبه هنبعته بكره لازم على الخاص او على المجموعه. معكم وقت حابين تبعتوه على الخاص بعتوه على الخاص. حابين في اي فكره انتم ببالكم حابين تشتغلوها كمان اشتغلوها. وما في يعني نحن هون مثل ما بيقول هو بورشه عمل تجريبيه لاي فكره. سوري بس شغله صغيره، نحن نصنا لازم يكون انه نقدر نقراه بدقيقه ونص او دقيقتين، صحيح؟ مش لازم يكون نص طويل. لا لا لازم لا، اكيد ما رح ناخذ. اعتمدوا يعني ماكسيموم 120 كلمه. اعتمدوا هذا المعيار. نصكم يكون 120 كلمه ونترك مجال افتراضي لحديث الضيوف. يعني اكيد التقرير مو كله إلنا. وهي يعني بس سؤال بعد اوكي عفوا ال تفضل. 120 كلمة تقريبا بيطلعوا دقيقة و20 ثانية، بين دقيقة ونص. وبيكون في عنا لقاءات جزئيتين، لقاءات بحدود الدقيقة بيطلعوا دقيقتين ونص لدقيقتين. هيك المعيار يعني. يعني حتى الجزئيات ما بين التقارير في حال كان متحدث واحد بكل جزئية يجب أن لا تتجاوز المدة 35 ثانية إلى 40 ثانية. إذا كانوا اثنين ممكن الاثنين مع بعض يوصلوا لل 45 ثانية مشان المشاهد ما يمل. بس سؤال بعد اذنك كمان، هي آلية توظيف المراسلين بكل القنوات هي كثير دقيقة، يعني مستحيل قناة إخبارية توظف حدا من غير خط السياسة ولا حدا، كل 100% حدا. 100% يعني. هلا مو مو من نفس الخط، يعني ممكن انه يكون مع هذا الخط يعني اكيد، بس اكيد ليس في الضفة المقابلة يعني لانه هو ما بتزبط معه. صحيح، باستثناء بعض الحالات يعني اللي هي قناة نحن بلبنان لا، بلبنان كلهم يعني كل حدا من الخط السياسي بيتوظف بقناة تابعة للخط السياسي تبعه، يعني باستثناء بعض الحالات البسيطة اللي هي. يعني لبنان نموذج فريد للإعلام. ما بعرف أستاذ هاني كيف يتم توصيف الحالة الإعلامية بلبنان. يعني بحسها إنه هي حالة فريدة من نوعها. عندي شيء يقوله بعد ما تخلص زميلي جمانة. حدا عنده شيء يقوله إذا سمحتوا؟ بعد إذا أستاذ سعد الله، هي مش المشكل بس بالمراسلين، المشكل كمان بالجمهور، إنه جمهور هيدي القناة ما بيتابع غير جمهور غير قناة. يعني مني أنا في قنوات ما بعرف أرقام، وإذا إيش بالغلط بغيرها ده لأنه السياسة بتلعب دورة هون تعال خلينا للأسف. نعمل نوع من أنا عندي بالبيت ريسيفرين يعني.
أنا حتى الآن يعني قناة العالم اللي هي القناة ما بعرف قديش ترددها لسبب واحد، يعني إنه ابني الكبير ماخذ ريسيفر للمباريات، وابني الصغير على سبيس تون وهيك، بقى أنا مالي مكان نهائيا بالتقارير الإخبارية. التقارير الإخبارية بسحبها من عن طريق الويب سايت وبنزلها على الفيسبوك. هاي نقطة. للأسف يعني نحن هذا التخندق الكبير بالعالم العربي. يعني يا أخي أنت قول رأيك السياسي، ولكن لا تصادر التانيين يقولوا رأيهم. يعني آه، مو دايما نحن على حق والباقي على باطل. يعني كل حدا في له توجهه السياسي، هذا ما بيمنع انه انت آه، على القليلة يعني انت لا تقتنع بهذا الشيء، ولكن اسمح للآخر ان يقول رأيه بصراحة. يعني هي الحالة بالعالم العربي كارثي، وعندنا بسوريا لسه على أمل إنه تتغير. ان شاء الله. دكتورة غصون عندك شيء؟ مساء الخير وشكرا على المحاضرة مساك. سعد الله، وكانت اليوم معلومات مكثفة. يعني كل فويس بحاجة نسمعه أكثر من مرة لأن نقدر نطبقه بالتقرير اللي حضرتك طلبته منا بكرة. بس عفوا عندي بس سؤال، هذا التقرير اللي حضرتك طلبته بالنسبة للحريق الحمدانية اللي صار الأسبوع الماضي، نعم. بس هيك نحن المصادر تبعنا حتكون من المواقع أو الجرائد اللي عندها مواقع يعني. انا عم بطلب تقرير مفترض، يعني انا اكيد ما راح نصوره وما راح نمنتجه هذا التقرير. انا مجرد انه نكتب نص ونعمل افتراضي انه مين ممكن يكون ضيف بهذا التقرير. اكيد ما راح تقول لك تدوري على لقطات فيديو. انا كانت بس الفكره انه ارجيكم انه كيف ممكن حدث واحد ان يتغطى باكثر من اتجاه واكثر من مجال. هو تماما. آه بس كمان مش سؤال، هي لاحظت او صار شغله مأكده انه الاعلام او القنوات الاعلاميه بشكل عام كلها لها اجندات. ما في شيء، ما في قناه محايده بالمطلق يعني، ما فالواحد انا لحتى يتابع الخبر يتابع من اكثر من مصدر بشكل عام يعني. أنا حكيت امبارح إنه الإعلام ليس بكاريتاس ولا جمعية خيرية. تماما. أنا بعثت معناها لكم هلا لازم. على تفضل. عفوا. أنا بعثت لكم اللي هلا على المجموعة النص الوورد على للمادة النظرية اللي حكيتها اليوم. شكرا استاذ، يعطيك العافيه. شكرا. بس معناه إن احنا بدنا نعول على المتلقي، يعني بدنا الجمهور يكون عنده وعي ليعرف انه هذا يعني هو عم يتابع الاخبار، خاصه الموضوع السياسي يعني. هي صعبه. لكن المتلقي أنا برأيي إنه هو أوعى من القائم بالعمل بحد ذاته، لأنه مجرد ما عم يحضر عم يعرف شو توجه القنوات. ونحن ما شاء الله بالعالم العربي قديش فينا هيك نمرق ما بين السطور. نحن أبدا مو شاطرين بالتمريق من بين السطور. نحن هيك بالمثل بنقول من دجني دجتك العافية يعني. يعطيكم العافيه. شكرا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. زميلي جوسلين عندك شيء؟ جوسين معنا على السماع. ايه فتحت الصوت. تفضلي. لأنه نحن صرنا 8:15، ما راح نطول كثير عليكم، بس هيك قلنا للتفاعل. أنسة جوسلين. طيب أنا عندي أكثر من فكرة، وعلى الطريقة اللي بشتغل فيها هي نقر يعني. بالنسبة للسيناريو الافتراضي، كنت مر بتجارب أدعى للكلام.
أحيانا أدعى قبل بوقت، أحيانا كن حاضر بندوة، بلقاء، بمحاضرة أو مؤتمر، بيكون في حاجة لأني إما أنا أحس بحاجة لأني أعبر عن رأيي نقدا لما سمعته، أو أحدهن أو إحداهن تقترح إني أحكي. اكتشفت إنه إذا اعتمدت أسلوب المكتوب المسبق، يعني إني أكتب أنا شو بدي أقول، بيكون أدائي أقل تفاعليا وفكريا مما إذا ارتجلت. وبكرة مثلا ممكن شارك لكم بعض الفيديوهات، إنه كنت بأول أذار الماضي دعيت من قبل أصدقائي وأحبائي القوميين لأحضر احتفال في بلدة في محيط رشيا. نحن فايتين من الباب عم يقل الشاب المسؤول بده مني كلمة في مجال أنت تحكيها. قلت له كيف يعني؟ قال لي كم سطر. قلت له عما صرنا على عتبة الباب بدنا نفوت، ما عاد فينا نحكي كم سطر، بصير فينا نحكي كم دقيقة. بس هل رأيي هو رأيك؟ قال لي أنا أثق بك. وتحدثت باللي بدي شاركه لكم بكرة، معدل 3 4 5 دقائق، ربما 6 دقائق. المشاركة بدأت القصد فيها كيف تحضر الفكرة في اللحظة نفسها، كيف بتفلترها، اللغة، النحو، كيف بتعطيها مع بادي لانجوج. على سيرة البادي لانجوج أستاذ سعد، لفتني أنه وأنت تحتضن، وأنت لحط التليفون من إيدي وأنت تحتضن الميكرو هكذا، تبعد يدك اليمنى 10 سنتي، تحط ترجع كل بهذا الشكل، أو إذا مسكته باليمنى باليسرى. عندك تعليل؟ هذا سؤال لهذه الحركة اللاواعي. هي نقطة. أنا من هي كل حدا مثل ما في عنده قاموس اللغوي عنده الإيماءات تبعه. أنا أحيانا أعتمد على تثبيت اليد، يعني الحركة لفتح المجال. أحيانا لما بدي أكون مثلا بدي أحكي عن تثبيت فكرة بتناولها لتحت، مثلا أحيانا بقول مثلا على هذه الأرض ما يستحق الحياة، أتوجه باتجاه الأرض. هي نوع من كمراسين تنفيس عن القلق بمواجهتك الكاميرا. ما فيك تضل جامد، وأن تبقى جامدا كمان بتكون كثير جامدة. نوع من التحريك. ببداياتي كانت حركتي كثير سريعة ومتواترة، تبدو على الكاميرا وكأنها حركة يعني وجهت لي عدد من الملاحظات حول موضوع هدوء بما يتعلق حركة اليد. هلا أنا في عندي طبع سريع بالكلام، يعني حديثي سريع سواء بالستاند. في أحيانا انا ما بكون عم بسمع صوتي. يعني مثلا بتقرير رح ارسله بعد فتره عن يوم الزلزال. بيوم الزلزال كان مطر كبير وفي صوت سحب الانقاض والعربات. انا ما عم بسمع صوتي، لهيك اضطريت تعلي صوتي. بدا صوتي عالي جدا بالستاند، وقد ما ضعفوا بالمونيتير بدا انه كونه نوع من الصراخ. يعني لما اتصلوا مع القناه انه ليه هيك صوتك، قلت لهم انه انا ما عم بسمع صوتي. بقى باللا شعور بده يعلى الصوت. صح. بالنسبة للفترة التفاعلية شفتوها ناجحة، عم تكون بآخر الجلسة التدريبية، فترة ربع ساعة 20 دقيقة معقولة. أنا بشوفها منيحة. هاي نقطة. اذا بتحبوا المره الجايه نعملها على الواتساب. في صبايا يمكن ما قدروا يفوتوا على الجوجل ميت، اذا الواتساب احسن. بس انا شايف انه اذا لما بيكون النت ضعيف بالجوجل ميت عم بيكون بالواتساب نفس الشيء، ما كثير فرق. إيه بس بالواتساب بنخسرها، ما فينا نسجلها. إذا بتنتبه في كلمة تسجيل فوق. إذا بدنا نعملها بغير الواتساب بنروح على التليجرام، في يسجل أنا إذا أنا مشرف بالمجموعة. لا اوكي، بطلب نحن يسجل وبعد يسجل. خلينا نسجل الفيديو هون وبنبعته للمجموعه، واي سؤال هن بيتوجهوا لنا. طبعا آه طبعا. أوكي. وأنا آه طلبت من اللي بيقدروا يفوتوا على جوجل ميت، طلبت منهم يحطوا سؤالهم على المجموعة هلق أو بعدين، لأنه في ناس ما تابعونا اليوم.
في ناس عندهم شغل بيتأخروا، ما عندهم شبكة، ما عندهم انترنت، عم بيرجعوا بيشوفوا المادة بيتابعوها وبيحطوا أسئلتهم، نأمل الإجابة عليها وأن تضع جوابك داخل المجموعة. هكذا بتكون المادة موثقة وموجودة بتصرف الجميع ومتاحة للجميع. قبل ما نختم بس هيك بدنا نضحك نحكي كلمتين صغار. قبل استاذ سعد، في ملاحظه عليك انه ما مرقت ولا نكته. جاي مرقه ليك، جاي مرقه هلا. اول ما خطبت بقى، انا يوم خطبتي كان ليله عيد الفصح. بقى تاني يوم رحنا الزيارات والمعايدة لعند أعمامي وأعمام زوجتي. هلا ففي أحد عمامة كتير هيك متجهم وقال لي شو يا سعيد، شو عم تشتغل هالأيام؟ قلت له والله صحفي. طلع فيه هيك قال لي صحفي يعني بياع حكي؟ قلت له بياع حكي. شو بدك تعمل؟ كلاتنا بياعين حكي يعني. بقى هي مهنة الصحافي وهي مهنة الإعلام، ما بيعرفوا إنه هي الكلمة هي سيف في كثير من الأحيان. بدنا نكتة تانية لأنه نحن كان بيطلع لنا 3 أو 4، ما في غير واحدة، بدنا كمان موقف تاني. طيب تعال لك موقف تاني. أنا هلأ فايت بمشروع تجاري، هو فاتح محل لمدافئ الوقود الحيوي. طالع على المحل هيك، في عندي جاري بتعرفوا هدول الكبار بالعمر كتير، الختيارية اللي بيفتلوا بأكثر من بلد، بيوصل لمرحلة بيعتبروا حالهم إنه هن من النخبة المثقفين وهيك. عم بيقول لي أستاذ سعد الله، هلا فيني أعرف أنت شو مفهومك للإعلام؟ أنا صفنت، شو بدي أقول له؟ يعني كأنك عم بتقول لدكتور طبيب إنه شو درسوكم بالطب. جيت طلعت فيه وضحكت، قلت له ليك عمي ابو روي، انا هلا بياع صوبيات، فيك تحكيني بالصوبيات بالمدافئ باللي بدك اياه، صحافي اجل لي اياها. شو بصير انا معي؟ شو رأيكم؟ بنسكر؟ بنختم لترتاحوا؟ اوكي. أو حبيتوا الحكي دفيانين؟ خلينا على هيدا السيستم، كل شيء دوكومنات، كل شيء فيديوهات يبقوا على الواتساب للمراجعة دايما، ونختمها هون ولنه ب20 دقيقة من بعد إذنكم. هيك كتير شيء مهم. يعطيكم اوكي، ألف ألف عافية. يعطيكم العافيه وسعيده. تصبحونا على وطن. سعد الله خليل، قناة العالم. إذاعة زنوبيا، نحن هلا باستديو الإذاعة على فكرة. تحبوا نهديكم أغنية؟